يا اهلا وسهلا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. النهارده معانا ان شاء الله كده الفيديو اللي انا وعدتكم بيه، اللي سالتوني عليه كتير قوي في التعليقات على الفيديو اللي فات، اللي هو ازاي اميره نفتح قناه يوتيوب، وازاي ان احنا القناه بتاعتنا تمشي، وازاي ان احنا نحقق الشروط والكلام ده كله. الفيديو ده ان شاء الله النهارده انا هجاوبكم على كل الاسئله اللي انتوا سالتوها، والحاجات اللي انصحكم بيها، والحاجات اللي انا اقول لكم بلاش تعملوها. ده عن تجربتي انا، واللي عايز يسمع كلامي اهلا وسهلا، واللي مش عايز برضه اهلا وسهلا. انا هديكم شويه النصايح اللي عندي، وان شاء الله ربنا يا رب يرزق الجميع، وان شاء الله ربنا يبارك لكم ويبارك لي ان شاء الله كده في القنوات بتاعتنا. خلاص. ونصيحه برضه للقنوات الصغيره هنصحها عليهم، اللي هم فاتحين من سنتين وثلاثه واربعه، ومن لحد الان مفيش مشاهدات. وهقول لكم ليه انتم مفيش مشاهدات. لان انا دخلت على اللي كان اي حد بيكتب لي تعليق بدخل على القناه بتاعته، الاقيه فاتح من سنتين ثلاثه وما عندوش الا مثلا ما مكملش ال 500 مشترك، او ما مكملش اي حاجه، او الفيديوهات مش عليها مشاهدات. ده برضه هقول لك ليه، والكلام ده كله ان شاء الله ايه هنشوفه في الفيديو ده. اول حاجه كده نصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا الفيديو. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا يعني زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا كنت عايزه افتح قناه على اليوتيوب، لان انا فرصتي في الشغل محدوده بره، عشان الاعاقه اللي في ايدي دي. هي مش اعاقه يعني، هو حادثه وحصلت لي، فاضطريت ان انا ابتر 4 صوابع من ايدي وكده. فعشان ايدي يعتبر فيها اعاقه، فنسبه الشغل اللي هي بره محدوده. فاتجهت ان انا اعمل حاجه وانا في البيت. برضو بالنسبه للشغل اللي انا اتاجر والكلام ده كله، ان انا افتح مشروع من البيت وكده. انا معايا طفله صغيره، فشلها الحركه بتاعتي تماما، يعني زي ما انتوا يمكن مش بتشوفوها اوقات بتصحى وانا بصور الفيديو. فغصب عني، يعني انا ده غصب عني، حاجه فوق ارادتي. فعشان كده ايه، مختصره يعني، كل اللي انا قدرت اعمله ان انا افتح لي قناه. والله هو بصعوبة، كل مرة لما اجي اسجل فيديو يا اما هي صاحية، يا اما بتعيط، يا اما بالزن. فمش عارفة حتى ادي القناة حقها ان انا انشر كل يوم وانزل كل يوم. اصل القناة دول القناة يا حبيب قلبي عاملة زي ايه، ده مشروعي. انا كده دلوقتي القناة دي مشروعي، وانا بستثمر فيها ايه، طاقتي ومجهودي وكل الحاجات اللي عندي عشان ربنا يكرمني فيها. زي ما انت زي ما يكون فاتحة محل، انا دلوقتي اتأجرت محل، وصاحب المحل ده هياخد ايجار اخر الشهر، وانا عايزه ارزق واطلع رزقتي، وان انا ايه، انا عارف في المكان ده. يا ترى ان انا هفتح كل يوم عشان الناس تعرف ان في محل بينفتح وفي رجل رايحه جايه عليه ويشتغل، ولا ان انا افتحه مره كل اسبوع، مره كل شهر؟ ما الناس كل ما تيجي وتلاقيكي قافله، محدش هيدخلك تاني، هيقولك على طول قافله، هروح نعمل ايه، هيروح لمكان تاني فاتح. فالناس اللي فاتحه قنوات من زمان دي، نصيحتي ليكم ان انتوا ابدأوا تاني، ما توقفوش. واللي بتقول مش لقيت مشاهدة وقف لها من سنتين تلاتة وعايزة تبدأ من تاني، اليوتيوب عايز استمرارية، ثم استمرارية، ثم استمرارية، ثم صبر 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 سنين يعني، ماشي. وبيجي يعني فيديو، ممكن فيديو صغير كده يضرب معاكي خلاص. انا قلت لكم لما انا جيت فتحت القناه بتاعتي واللي حصل لي بالظبط في الفيديو اللي فات اللي قبل ده. فزي ما قلت لكم حصل لي حاله احباط جامده جدا، وخلاص ان هو سلمت امر لله وخلاص، وتركت القناه نهائي. فعشان ربنا عالم بظروفي وعالم باللي انا فيه، فهو يعني ده باب رزقي انا، فالحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد. في فيديو من الفيديوهات الحمد لله يا رب عدى، وهو ده اللي ربنا كرمني منه، وقدرت ان انا احقق منه الشروط. يعني هي بقى لي شويه حاجات بسيطه كده، ادعوا لي يا رب اخلصها على خير. في خلال 3 شهور، يعني في وقت يعني يعتبر قياسي. خلاص. بصوا بقى، انا دلوقتي قلت لكم بالنسبه للقنوات اللي فاتحه من زمان، واللي هي ايه ما عندهاش ومش عارفه تحقق الشروط، وبتقول لي انا فاتحه وعايزه نصيحه ان انا اعمل ايه. يا حبيبه قلبي، اتعبي على القناه بتاعتك، اتعبي عليها. يعني هي هتاخد منك، اديها وقتها، وديها مجهودها، واديها كل حاجه. وما تستنيش، ما تقوليش انا طول ما انت حطاها ان انت عايزه تقبضي منها، هتبعد. اي حاجه الواحد بيتعلق بيها بتلاقيها بتبعد. ان انا حاطه املي ان انا ارسم حياتي ان القناه لما تجيب فلوس انا ايه، انا عايزه الفلوس دي، فانا حاطه ان انا هقبض منها. اما لما اعملها كده واتركها لله كده واسيبها، والله العظيم ربنا هيكرمك فيها. خلاص. فانت ما تعلقيش نفسك بالقناه، دي اول حاجه. تاني حاجه، ان انت استمري استمري.
مهما يكون في احباط، مهما يكون في اي حاجه، الاستمراريه والله العظيم هي اللي هتكبر القناه. كل يوم لما الاقي فيديو مقترح ليكي وفيديو مقترح ليا تلاقيه، لازم هتسمعيني غصب عنك، في واحد هتدوس على الفيديو وتفتحه. ما هو على طول قدامها، على طول قدامها، على طول، على طول اليوتيوب ايه عامل لي اقتراحات ان انا اظهر عند الناس، لان انا كل يوم فاتحه، كل يوم بنشر. اقل حاجه يا ستي يلي فاتحه من زمان انتي ومش عندك اي مشاهدات خالص، مش انا ببص الاقيكي ناشره فيديوهين من سنتين، وبعدها بسنتين ناشره فيديوهين تانيين، وبعدها او بعدها بشهرين ثلاثه، يعني انت دي اخر فيديو مثلا نشراه من الشهر اللي فات، وتقولي مش عندي مشاهدات. طيب انت قاعده شهر ما نشرتيش ولا فيديو، مين هيدخل يدور على الشهر اللي فات؟ الناس ليها كل يوم الجديد اللي بيظهر قدامها. خلاص. فانت ان شاء الله كده اي واحده فاتحه قناه ومش عليها مشاهدات، استمري وانشري فيديوهات على طول، اقل حاجه مرتين في الاسبوع. الاستمراريه مرتين في الاسبوع، 3 مرات في الاسبوع، 4، لو كل ما تكتري كل ما كانت احسن، وفرصتك في إن اليوتيوب يقترح الفيديو بتاعك على الجمهور ده اكتر. فاهميني؟ فانا انصحكم ان انتوا ايه تستمروا ان انتوا تنشروا فيديوهات. انا لو عليا والله العظيم عايزه انشر كل يوم بس، وعايزه اطلع معاكم لايفات لاي حد عايز اسئله ارد عليها والكلام ده كله، ونتكلم مع بعض كده وندردش. بس غصب عني بنوتي هتدعيلي والله وهتتعبني خالص، فانا مش عارفه اعمل ايه. ادعوا لي ربنا يهديها لي يا رب، عشان انا ايه اقدر ان انا ايه يعني استمر، وان انا ايه كل على الاقل في الاسبوع 3 4 فيديوهات كده. انا نفسي والله يعني انشر على طول، بس صدقوني مش بقدر من اللي انا فيه، يعني من بنوتي الصغيره. ماشي. فاللي عندها وقت ومش عندها اطفال صغيرين لسه بيزنوا كده تحت السنتين، فتتوكل على الله. خلاص. طيب انت بقى عايزه تفتحي قناه على اليوتيوب، انا زي ما قلت لك كده ان انت لو عندك بنت او ولد كبار وبيفهموا في الحاجات دي، لو انت ست كبيره ولا كده، او مش ليكي في الموضوع الميديا والكلام ده كله، عندك مليون الف طريقه على اليوتيوب ازاي افتح قناه على اليوتيوب. مش عندك اي حد ومش عارفه، انزلي لاي واحد بتاع تليفونات او اي محل بتاع تليفونات يعني كبير وكده، بتدخلي تكلمي الاستاذ اللي فيه او على حسب الموجود في المحل، تقولي له انا عايزه انشئ قناه على اليوتيوب عشان ايه اقدم فيها مثلا محتوى او الكلام ده كله. هو بيعملها لك ويظبط لك الدنيا وبيديها لك، وبينزل لك مثلا برنامج المونتاج، وبرنامج ايه تاني اللي هو بتاع الصور المصغره، اللي هو بتاع الصور ده، تقطيع الصور وجمع كام صوره مع بعض كده عشان تحطهم مثلا اللي هم ايه الصور المصغره بتاعت الفيديو. خلاص. فهو انت بتنزلي البرنامج ده والبرنامج الصور ده ويعمل لك القناه. انت بتيجي بقى ما تتعبوش انفسكم، ما تشيلوش انفسكم فوق طاقتها. مش واحده مش معاها فلوس خالص وحالتها على القد وتفتح لي طبخ، ما انصحش بكده. يعني انت حالتك على قدك، راح تفتحي لي طبخ تعملي ايه؟ خلاص. يعني واحده يعني بتسلك وبتزق ايامها بالعافيه، واول ما تفتح قناه تفتح قناه طبخ. طب ماشي، انت عايزه طبخ بقى اللي هو حاجه تشد الناس، اكل شكله كذا، معمول بكذا، وعايزه وصفات كذا. خلاص. فانتي هتكلفي فلوس، هتكلفي تعب ومجهود. لو انتي هتقدري تعملي الاكل اللي انتي بتعمليه للبيت كل يوم وتصوريه والكلام ده كله وزي روتين كده مثلا، ماشي، اللي ليها في الكلام ده والمواضيع دي وحابه ان هي تعمل روتين او الكلام ده كله، تتوكل على الله. اللي عايز تعمل طبخ برضو ما انصحش ان انتي تكلفي نفسك. خلاص. انا دلوقتي مشروعي، انا دلوقتي جبت التليفون، معايا تليفوني، مش عايزه اخسر حاجات كتير، معايا تليفوني على الاقل لا قدر الله لو ما مشيتش معايا القناه ما اكونش انا يعني صرفت وكلفت نفسي وتعبت نفسي. خلاص. انتي قاعده في البيت معاكي تليفونك، بتجيبي لك اللي هو الرينج لايت ده، اللي هو العمود اللي انا حاطه عليه التليفون ده، مره هتبقى اصوره لكم في فيديو كده اوريه لكم. انا جبته ب 400 جنيه، ما اكذبش عليكم. وهو ده بس، انا بثبت التليفون في الحامل ده، وبحط الكاميرا واظبط الكاميرا عليا وبتكلم معاكم زي ما بتكلم دلوقتي. خلاص. ده اللي كل اللي انا عملته. ماشي. اما موضوع الطبخ لما جيت بدات اعمل فيه، اضطريت ان انا كل يوم عايزه اكله جديده، كل يوم عايزه تكلفه جديده، وعايزه مصاريف. وانتوا شايفين دلوقتي يعني الدنيا راحت فين، والخضار راح فين، الطماطم نفسها راحت فين. فيا حبيبه قلبي ما انصحش اي واحده تدخل قناه طبخ، ما تعملي كيش. اصل كل اللي بيدور دلوقتي انا عايزه حاجه، عايزاها اي وصفه، هدخل اجيب الشيف كذا الشيفه كذا، مش هدخل ادور عليك وادور عليا وادور على الكلام ده كله. احنا بنضحك على بعض.
وفي ناس ربنا يكرمها يعني تضرب معاها. فبس يعني ايه، انت لما تشوفي قنوات الطبخ هتلاقيها كتير جدا يعني، والشيفات مغرقين الدنيا. يعني المجال ده مش هتلاقي نفسك فيه يعني، نادرا لما واحدة ربنا يعني تضرب معاها القناة، او ربنا يعني ايه بيسهلها لها في الموضوع ده. خلاص. فانتي مثلا لو انتي ليكي هواية تانية يعني اعادة تدوير، لو انتي بتعرفي تعملي اعادة تدوير اعملي فيديوهات بالكلام ده كله. لو انتي مثلا بتدي دروس، وانتي بتدي الدرس، خلي حد من ولادك يصورك فيديو عادي، وانتي قناة تعليمية. لو انتي مثلا بتعرفي تحفظي القرآن، ما تعملي قناة تحفظي عليها القرآن. لو انتي مثلا بتدي نصايح في علم نفس في اي حاجة، افتحي قناة. كل واحد يشوف الحاجة اللي هو موهوب فيها ايه، ويقدر ان هو يدي فيها، وعنده افكار متنوعة فيها، يبدأ يفتح من ناحيتها. يعني اللي بتحب الاكل وعارفة ان هو مش فيه مخاطر بالنسبة لها والكلام ده كله، تتوكل على الله. اللي الحلويات نفس النظام. اللي مثلا انا مثلا نصائح والكلام ده كله ممكن افتح. انا مثلا عندي مثلا مهارتي ان انا ايه، ارسم والكلام ده كله، وانا برسم اعمل فيديو. شوفي انت كل واحده ليها هوايه، كل واحده ربنا ميزها في حاجه كده. تشوف الحاجه اللي هي بتعرف تعملها، والحاجه اللي هي يعني شاطره فيها بجد، وتقدر تفيد بيها حد تاني، تعمل بيها فيديو. اعتبري انت بتعمليها، انت كده كده بتعمليها، فصوريها وانشريها، يمكن لعل وعسى تضرب معاكي. خلاص. فانا قلت لكم ان انا ايه، لما كنت قاعده وكده، فانا عايزه اعمل اي حاجه من البيت وكده واشتغل والكلام ده كله، فعشان موضوع ايدي ده فمعجزني جامد، فمش عارفه اعمل ايه. المهم، جت في اخر يعني بعد تدوير كتير كده في اليوتيوب والكلام ده كله على الميزانيات والكلام ده والتوفير زي ما بكلمكم كده. الحمد لله يعني ربنا الهمني الفكره ان انا عايزه افتح قناه. ان شاء الله افتح قناه، وان انا اعملها ايه، الميزانيات والتوفير على الموضوع اللي انا حسي وحدثي الداخلي قال لي اعملي كذا. لما جيت عملت الميزانيات، وجوا صحابي واخويا ووالدتي والكلام ده كله قالوا لي ايه ده، هو حد لسه بيسمع الكلام ده، مش عارفه ايه، احباط احباط ما في بعده احباط. يعني موضوع الاحباط ده محدش يستسلم له. يعني انا اول ما جيت فتحت، انا كنت عايزه اعمل ميزانيات والتوفير اللي انا فيه دلوقتي، اللي هو ربنا كرمني ورفع القناه. لا، انا حدثي من جوه قال لي خش الموضوع ده، وعارفه واثقه ان انا هنجح في الموضوع ده. لما جيت نشرت فيديوهين 3، احباط احباط والله العظيم، اقسم لكم بالله ان انا كرهت اليوم اللي انا عملت فيه القناه من كتر الاحباط اللي كنت انا فيه. فرحت مغيرها طبخ، ما لقيتش اي حاجه خالص. يعني كان كل فيديو انزله ادخل هوايه ابص على ايديهم عشان يدخلوا يتفرجوا عندي على الفيديو ويعملوا له لايك ويكتبوا له تعليق حلو. اي تعليق يعني يكتبوا لي تعليق كده يجبروا بخاطري بيه. متخيلين؟ مره يدخلوا يكتبوا ابعت لهم اللينك، مره يعني خشوا وشوفوا الفيديو، ادخلوا اتفرجوا على الفيديو. واصحابي وكله، في اللي كان بيدخل هو بيدخل مره ما يدخلش مره والكلام ده كله. فجيت بعد الموضوع اللي بقول لكم عليه بقى، قعدت 15 يوم خلاص بقى فصلت من اليوتيوب والكلام ده كله. كنت ناشره فيديو وخلاص بقى فصلت. كان الفيديو ده على التحويش. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يعني انا قلت لكم الفيديو اللي فات كان جايب، اول ما دخلت ولقيته جايب 10,000 مشاهده. الفيديو ده لحد الان في ناس بتدخل تتفرج عليه. الحمد لله يا رب. الفيديو ده دلوقتي عامل 33,000 مشاهده، فاللهم لك الحمد. خلاص. فانا لما جيت فتحت اليوتيوب تاني بعد الاحباط والكلام ده كله، يقول لي مين هيتفرج على الكلام ده كله، هي الناس لا تاكل لما هتوفر، هي الناس مش عارفه ايه، هي الناس مش ابصر ايه، انتوا متخيلين الكلام. فانا استسلمت للكلام وخلاص، وفصلت وخلاص على كده، وتركت القناه. فما اعرفش ايه اللي الهمني ان انا ادخل اشوف القناه وصلت لفين ولا عملت ايه. لقيت الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد، القناه بتاعتي يعني الحمد لله. خلاص. فحققت الشروط اللي هي ال1000 مشترك حققتها. ال4000 خلاص اهم، انا يعني بقفل فيهم. ادعوا لي يا رب وعقبالكم كلكم. فاللي عايز تفتح قناه، اهم نصيح ليها ان هي ما تيأسش، ما تسمعيش كلام حد، استمري 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 استمري. القناه دي عامله زي المحل اللي انت متأجراه،
اخر الشهر صاحبه عايز فلوسه، واخر الشهر انت عايزه تشوفي انت حصلتي على ايه منه. خلاص، انت مش تستني من اول ما تفتحي القناه واول شهر هتقبضي، لا انا بقولك بقالي 3 شهور ولسه ما حققتش الشروط. يعني ممكن انت تقعدي، لا قدر الله ربنا ما يقولها يا رب، سنه، ممكن انا اقعد سنه بعد ما اكمل ال 200 ساعه الباقيين دول، ممكن اقعد اسبوع، ممكن اقعد يوم، على حسب تسهيل ربنا. خلاص، فانت تعبي، واللي بيتعب بيلاقي ثمرة تعبه دي في الاخر. خلاص، انت اعملي اللي عليكي واستعيني بالله وايه، وتوكلي على الله وافتحي، وشوفي الحاجة اللي انت مميزة فيها واللي انت تقدري تفيدي بيها غيرك، واللي انت شاطرة فيها وموهوبة فيها، وافتحيها. الحاجة اللي تحسيها انت من جوه ان هي دي اللي انت عايزة تعمليها، خشي واعمليها. خلاص، والله لو هتجيبي، والله العظيم بشوف فيديوهات لناس، يعني ستات كبيرة ربنا يديها الصحة، كبيرة يعني كبيرة أكبر من والدتي كمان، يعني عندهم 50 سنة 60 سنة، بس بيجيبوا حاجات من السوق، شنطة السوق يجيبوها ويطلعوا الحاجات اللي فيها كده قدام الكاميرا، ونروحنا السوق جبنا كذا وعملنا كذا وده بكذا وده بكذا وده بكذا بس. وعندهم ما شاء الله ما شاء الله متابعين ما شاء الله، الله أكبر، عقبالي يا رب ما أوصل زيهم. خلاص، فانت نوعي. والقناه لو وقفت وجالك وقت وخلاص مش لاقي مشاهدات، ما تيأسيش، لفي لفه كده على اليوتيوب كده، شوفي ايه الفيديوهات اللي بتتسمع، خدي فكره. يعني انا كنت طبخ وكنت عامله ميزانيات، اجي ابص الاقي الفيديو اليوتيوب مقترح لي على التوفير، اشوف الفيديو مثلا نازل من امتى، مثلا نازل امبارح، من 4 ساعات، من 10 ساعات، من 12 ساعه، بقاله 24 ساعه، منذ يوم، منذ يومين، الاقيه مثلا جايب 2000 3 مشاهده. ادخل على القناه، اروح اول ما ادخل اعمل لها اشتراك، يعني عشان ايه؟ ندعم بعضنا. يعني عارفين لو كل واحده تدخل تعمل التانية اشتراك وندعم بعض، والله ربنا هيكرمنا. واروح مثلا داخله على القناه، اشوف تاريخ القناه دي من كام، اشوف المشتركين دي عندها كام، ادور على فيديوهاتها، اشوف انهي فيديو فيهم ضرب، اروح واخده منه فكره، اسمعه للنهايه، واحط لها لايك واكتب لها تعليق واسمعه للنهايه، واشوف ايه الجديد عندها اللي عملته، ممكن انا اعمله واضيف عليه حبه حاجات ان انا ممكن اعمل بيه فيديو. فاهمين انا قصدي ايه؟ فانتي ما تحطيش نفسك في يعني ايه، روتين معين. يعني انا مثلا عملت قناه الطبخ وخلاص هي نايمه ومفيش مشاهدات، وانا بقالي فتره وبقالي سنه وبقالي سنتين، بلاش منها. اعملي مثلا فيديو فيها كده للتوفير، اعملي مثلا، هاتي مثلا حاجات السوق دي وصوريها، اعملي روتين مثلا وانتي للبيت بتاعك، لفرش البيت، للمطبخ، لاي حاجه، اي ريفيو لاي حاجه عندك، ده مثلا. خلاص، وانتوا طبقوا بقى، كل واحده بتطبق على ايه، على حسب شطارتها وذكائها، وان هي ايه، تبقى لماحه كده وتلف لفه كده في اليوتيوب كده. اليوتيوب ده عامل زي ايه يا جماعه؟ عامل زي المنطقه اللي فيها ايه، زي المول كده او السوبر ماركت، دكاكين كده او محلات زي ما بنقول. خلاص، انتي مش تفتحي نفس اللي جارك فتح وده فتح وده فتح، ماشي فتحتي، انتي فاتحه دلوقتي طبخ، مليون الف قناه فاتحه طبخ، مليون قناه فاتحه طبخ دلوقتي. خلاص، اشوف انا المنطقه اللي انا فاتحه فيها دي ايه الجديد فيها، يعني الناس دي بتفتح ايه تاني غير، ممكن ايه اللي ممكن اعمله جنب الطبخ ده، او قناه ممكن اعمل فيديو ايه تاني يجيب لي مشاهدات. اشوف يعني الناس اكتر حاجه بتتفرج عليها ايه، اشوف التوفير، فيديوهات التوفير، خدي فكره من عندي، فكره من عند حد تاني، فكره من عند حد تالت، جمعتلك كام فكره، اقعدي ادرسيهم مع نفسك، جهزيلك فيديو، ظبطي امورك، ظبطي كلامك، ظبطي كل حاجه، عشان لما تطلعي تعرفي ان انت تدي المعلومه والناس تسمعك. خلاص، فيعني ده الحاجات اللي انا كنت عايزه اقولها لكم النهارده. وانا القناه بتاعتي ادعوا لي يا رب ان شاء الله اخلص الموضوع ده على خير. ولسه يا جماعه القناه مش هتقبضوا منها، مش انت هتعملي النهارده هتقبضوا منها بكره، دي عايزه صبر، عايزه جهد، عايزه ان انت تتعبي، واصبروا اصبروا، وبلاش تستسلمي للاحباط. لو انت عندك هدف وهتفضلي ورا الهدف ده وعايزه توصلي، ما تستسلميش لاي، بصي، اقرب الناس ليكي هتحبطك، سواء بقى جوزك، امك، اخوكي، اختك، صحابك، محدش هيشوفك وانت ايه في الاول كده وهيديرهم يتريقوا عليكي. بس اول ما ربنا يكرمك، واول ما القناه بتاعتك ربنا يكرمها وتضرب، هيقولك عملتي ده ازاي.
شفت اللي كنا بنضحك عليها. فانا مش عايزاكم تستسلموا، افتحوا القناه، اللي عايز تفتح قناه تفتحها. انا قلت لكم اللي تعملوه، اللي مش هتعرف تعملها وهي في البيت وتجيب على اليوتيوب وتمشي ورا الخطوات وتعمل، تنزل لاي واحد بتاع تليفونات في المنطقه بتاعتها هيعملها لها. او شوفوا انتوا يعني دنيتكم كل واحد عايز تعمل ايه. وما تاجلوش الفكره، انتوا كده كده قاعدين في البيت، كده كده انتوا بتشحنوا النت اخر الشهر، يعني كل شهر بتشحنوا 300 400 جنيه. يعني استفادي منها، يعني نزلي لك فيديو فيديوهين ثلاثه، انت المستفاده. ادخلي اسمعي فيديوهات تستفادي منها عشان تقدري تعملي مواضيع تانية. بلاش ان احنا بنتفرج على حاجات هايفه وحاجات ملهاش صنف اللازمه، ونضيع الباقه بتاعتنا او حبه الفلوس اللي احنا شحنا بيها الباقه دي راحت على الفاضي وخلاص على كده. وفي الاخر نقول ايه؟ احنا نجيب منين ونعمل منين؟ لا، كل واحد تستغل الموهبه اللي عندها، كل واحد تستغل اي فكره في دماغها. وان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا، وان شاء الله يا رب كلكم تحققوا شروط اليوتيوب، وكلكم ان شاء الله ربنا يرزقكم ان شاء الله. كل واحده فاتحه قناه وقافلاها، او ان هي خلاص احبطت وبعيدة عن الفيديوهات وكده وبطلت تنشر، وانشري يا حبيبه قلبي. ونوعي نوعي، اي فيديو نوعي، مثلا توفير ميزانيه، اي حاجه. لو انت بتعملي طبخ ده جنب ده، ممكن فيديو لعل وعسى يضرب معاكي فهيرفع معاكي القناه خالص خلاص. ولو فيديو ضرب، شوفي الفيديو ده كان عباره عن ايه، هتلاقي الجمهور بتاعه هو حابب المواضيع اللي ايه، اللي زي الفيديو ده. خليك على الرينج ده خلاص. فان شاء الله يا رب اتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح، وما تنسونيش في دعواتكم الحلوه، وما تنسونيش في تعليقاتكم الجميله. ربنا يكبر بخاطركم يا رب. وعايزه اقول لكم حاجه يا جماعه، يعني اللي انا يعني عرفته يعني متاخر، ان انت حتى لما يعني حققت الشروط وحققتي ال4000 ساعه والكلام ده كله، انت بتدخلي القناه تحت تحت الايه، قولوا معايا التفعيل. يعني هي لسه لازم تتفعل، لازم ايه، مراجعه على اليوتيوب، وبعد كده تفعلي القناه والكلام ده كله، وبعد كده ايه، موال طويل لسه بقى، تعملي حساب في البنك والكلام ده كله. يعني حاجات طويله كده، بس انا لسه ما وصلتلهاش. لما اوصل خطوه خطوه كده ان شاء الله هعرفكم بيها. ماشي. فانا بقول لكم ايه بقى، اللهم صل على النبي. انتي مثلا لسه مثلا مشاهدينك شويه صغيرين، ما تدخليش عند اي قناه. ده اللي بقى الخطوات اللي بتقع فيها اي قناه، واللي هي ايه، يعني بتقع. ايه هي؟ ان انا ايه، في ناس الاقيها فاتحه بس مباشر اول ما تعمل القناه، كل يوم بس مباشر، كل يوم بس مباشر. ماشي، هو بعد ساعات بس صدقيني. وفي ناس بتروح تشتري يعني ايه، ت- تشتري المشتركين، يعني تدفعي فلوس للشخص اللي هيعمل ليك القناه ده، ويعمل لك 1000 مشترك، يعني يحقق لك ال1000 مشترك وال4000 ساعة بفلوس، تدفعي له 2000 3، ويعمل لك القناة، تبدأي الناس تشاهدك. بس دي انت مشترياهم، اللي انت مشترياهم دول ممكن ما يدخلوش يتفرجوا اصلا، اصل دول حاجة انت شارياهم بس كده كايه، كشكل قدام اليوتيوب. تفهمني؟ يعني انت لما المتابعين بتوعك يجولك واحد واحد كده ويكونوا حابين اللي انت بتعمليه، عشان لما تنشري فيديوهات تجيب ناس تشاهد، غير ان انت تروحي تشتريهم. فاهميني؟ يعني دلوقتي عادي جدا، يعني انا لما جيت اعمل القناه قال لي ممكن نشتري لك المتابعين ونشتري لك ال4000 ساعه وتحققي على طول الشروط والكلام ده كله. بس قال لي خلي بالك، انت مش هتقدري تغصبيهم ان هم كل فيديو تنزليه يتفرجوا عليه. انتوا متخيلين؟ فبلاش منها خالص الموضوع ده انا حبيت الفت انتباهكم. يعني اللي هتروح تعمل قناه او كده وحد هيعرض عليها العرض ده، بلاش منه خالص، سيبيكي منه خالص، بلاش منه. قولوا لا. بتخلي القناه تبدا واحده واحده، والمتابعين هم اللي يدخلوا ويشتركوا. اللي حابب يتفرج هيدخل ويشترك وايه وهيدعمك. بلاش ان انت تاخدي الخطوه دي، عشان ايه؟ ما يحصلش لا قدر الله اي حاجه وترجعي تندمي على اللي انت ايه عملتيه ده. لان انت ممكن تشتريهم من هنا وتنشري الفيديو، تلاقي 5 6 اللي بيشاهدوا وانت جايبه 1000 مشترك. يعني اليوتيوب كده هيعرف ان انت كده كده ايه، شاريه المتابعين دول خلاص. فانا بقول لكم ايه، بلاش من الخطوه دي. وان شاء الله يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا منه. انا والله العظيم ما مركزه، والله العظيم بصوا انا عايزه انام. انا الساعه 4 الفجر، والله الساعه 4 الفجر. انا ما صدقت بنتي تغمض عينيها وطلعت جري عشان ايه، اصور الفيديو. فادعوا لي ربنا يهديها لي، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. وما تنسونيش في كلامكم الجميل وتعليقاتكم، والربح لما تيجوا تحققوه. يعني انا يعني كل اللي عايز يدعمني بجد، وكل واحده بتحبني بجد ونفسها تدعمني بجد من قلبها وتساعدني،
اللي الحاجة اللي ممكن تحقق لي ربح او ان ده يدخل لي فلوس زي ما بنقول، ان هي التعليقات يا بنات. التعليقات دي اللي بتدخل الربح. الاعلانات اللي على الفيديو، انت لما بتتفرجي عليا كده ويجي اعلان في نص الفيديو او في اول الفيديو، ده بيدخل لي الربح. ماشي. فيعني يا ريت كل اللي يتفرج عليا يعني بعد اذنكم ان شاء الله، بس لما بس اخلص الشروط، ان انتوا تتفرجوا يعني لو اعلان واحد بس في الفيديو، يعني هو في الفيديو فيه اعلانين 3، لو اعلان واحد مني رجاء مني ليكوا يعني، بترجاكم يعني في كده خلاص. وان انتوا تعملوا له تعليق حلو، وان انتوا تعملوا لايك عشان الفيديو يظهر لاكبر عدد ممكن. والتعليقات هي التعليقات والاعلانات والمشاهدات، الثلاث حاجات دول هما دول اللي بيحسبوا لك فلوس. خلاص. المشاهدات والتعليقات وال ايه تاني احنا قلنا ايه؟ مشاهدات، تعليقات والاعلانات. يلا اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم. واللي عايزه اي حاجه، اللي عايزه اي حاجه تكتب لي. معلش انا الفيديو ده والله العظيم انا ما كنت هصور النهارده كمان، مش قادره او مش مركزه اصلا، يعني ممكن تلاقوا كلام فيه كلام انا بعيده، مش عارفه ازاي. فاشوفكم على خير ان شاء الله.